هذا خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم سنتكلم حول بعض الأحداث حصل في العام التاسع. أولا، حج أبي بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر في العام التاسع من الهجرة إلى الحج حتى يحج بالمسلمين. سنتكلم حول حكمة هذا الأمر إن شاء الله. جماعة هجاء أم بردوام حياته سيرة ياجي جيان معنى حياته، يعني يا شاما پیغمبر حياته پیغمبر جيانوي امتين زمان في هفته ده سالا نهي هجرة اجريدا، يعني پیغمبر مكة چو مدينة نه سالوي سالا نهادا پشتی فینکی تشتیبون سالا نهادا پیغمبر وقت حجه ده ابو بکر صدیق شان حجه گو تب ناب مسلمان قافله اسلام اعلام بکه تو سروک کاروان مسلمان اوه حجه پیغمبر وی شان حجه. امی آنا بیجن حکمتی وی چی بو پیغمبر چم ابو بکر شان او اینکی تشتیب تدا چی بون امی آنا وان بیجن ان شاء الله. طبعا النبي كلف أبا بكر بأن يقوم بقيادة المسلمين إلى الحج، ولم يذهب النبي هذه السنة إلى هناك لأن كان هناك عادات وتقاليد جاهلية الإسلام لم يرفعها، النبي لم ينهى هذه الأمور. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يرسل أحدا باسمه وباسم المسلمين إلى هناك ويعلن للناس خلاص انتهى صفحة الجاهلية وبدأ صفحة الإسلام. وبعد هذه السنة خلاص في العام المقبل، يعني العام التاسع لا، وفي العام العاشر سيكون هناك قوانين إسلامية 100% يطبق في مكة في حرم الله عز وجل. ولكن قبله أراد النبي أن يعطي الفرصة للناس وأن يعلن لهم ويبين خلاص انتهى هذه الصفحة وبدأ صفحة جديدة. لذلك أرسل النبي أبا بكر حتى يهيئ للعام المقبل. حينما يأتي النبي يكون الكل مسلمون وأهل الإيمان، لا أحد من أهل الشرك بينهم، حتى يطبق جميع الأحكام هناك. حكمة في حجة پیغمبر أبو بكر شان صلى الله عليه وسلم. أبو پیغمبر سالا نهادا مكة شون بود باجار مسلمانا بريا يبچن مها بجن نيز سالكي، فقط حتى في وقتی جهين كي عادت و كلتر جاهل اوه كفر اوه بريا اسلام هبون. مثلا یک جوان عادتا كافر جدهاتن مكة طوافت كرن، كافر دهاتن مشرك يعني دقوتن سيشار حب خادين يعني وكا ملت مكة او جدهاتن لورا مالا خاده بو هر کس دهات. عادتا كي دنه بو هين كي انسان رود تعزيد كرن جري خدارت قسن يعني البساسه دورا كعبه چون دهاتن. بعد عادتا كي واني بريا اسلامي بو چيش كو هاتيان بيجي نزانن ورحاصل فان عادتا هبون. پیغمبر او سال هر بکه و نووان انسان روت نووان کافره چه بکه، یعنی براستی نمناسب بوش پیغمبر را که هر عادت دولتا عادت سیستما مرو جارنا مازنه خوی مازن نخه پیشید مرو چجر آوا زمینه که حاضرت که عادت پاکت کرد به کرم که وره، یعنی دما که مازنه مروا وره او ای اول او با ویا راکه و ویا نراسته و ویا واکینو بکن قیمت اوی نامینه دی فقیرو ای نصیحت بکه یا کارو خباته کی بکه. لو ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم سالا نهادا نچو و ابو بکر تهره صالاتي اتشون برا هرتش حاضر بجمره تهره بنصيحت الوام بك ابيا بيجن هي ابيا تنا ابي قانوني هي ابي قانوني يعني تنا صالاتي پیغمبر هات برا كافر وجن وظلام وتحزي وبراداي وباخلاق ومشرك تنابن اوا ابي باشين اوان يك پیغمبر عليه الصلاه والسلام وان تربيه كريه نصيحت وان كريه بروان انسان ورن او خبردان اخويا داي براجوان را بيجه او بلکه دی جاره کادیج پیغمبر و ندینه علیه الصلاة والسلام وظیفه و اتقاد لو رایدی الحمدلله دین کامل دبه. حکمت او پیغمبر نچو گو بر ابو بکر هر حاضریش مراجعه که بلکه اون بیجن چما ابو بکر لو را ان صحابی عمر مازن کو پیغمبر را گلک مایه یکمین صحابی کو یا مسلمان ظلام ابو بکر ابي كنيزي كي و صحابي کو بونه مسلمان هر انسان بیا مسلمان شي توا ظاهربون قدر و قیمت ابو بکر جن پیغمبر چقاسا زیده توا حرمت او دیگر پیغمبر جی گو از ناچم ابی براجی مدهره یعنی ابی دویمین بلکه ابی خوشی اشاره کی بکو گلو مسلمان رو کی پیغمبر وفات بکه های وجهه به اوی انسان هانه برا کار و اداره بکه. اف پیغمبر حیات خدا
ویش جار کی کربو وکیل خو معناوی که وفات بکه جی پیغمبر اوی انسان دکاره ببه وکیل پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام. طبعا النبي أرسل أبا بكر رضي الله عنه والمسلمون معه. بينما أبو بكر في الطريق أمر النبي عليا رضي الله عنه قال الحق به وبين الأحكام الجديدة، يعني قال قل لهم بعد هذا العام لا يأتي مشرك لا يأتي عريان، سيطبق أحكام الإسلام هناك، والذي بيننا وبينه اتفاقنا إلى انتهاء المدة وبعد ذلك لا اتفاق. فأرسل سيدنا عليا قال حتى يبلغ. كان هناك عادة بين العرب القائد أو الكبير أو رئيس القوم رئيس العشيرة إذا أراد أن يبلغ إما بنفسه أو أحدا من أهل بيته يقول اذهب وبلغ عني. فذهب سيدنا علي رضي الله عنه ولحق بأبا بكر بينه هو في الطريق، فقال أبو بكر له أمير أم مأمور؟ هل أتيت تكون أميرا علينا جميعا أم أنت أحد الأفراد ولك وظيفة أخرى؟ قال بل أنا مأمور، لست أميرا على هذه المجموعة ولكن أنا أمير أحد، يعني أنا مأمور شخص مثل هؤلاء ولكن علي وظيفة سأبلغ الناس، كلفني رسول الله بهذا الأمر أنا سأبلغ. قال إذا تفضل، وذهب معه إلى الحج. وفي يوم الأول وفي يوم الثاني أعانه أبا بكر بمجموعة من الصحابة على أن يبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به من الأحكام الجديدة من الاتفاقات ومن انتهاء العهود وبداية بعض الأحكام الجديدة. تشتی که چه بود وردا گویا پچکی بکن پیغمبر شان قافله درکت، قافله مدینه درکت نیو ردا پیغمبر گو علی تجهره. حضرت علی چو هدف پیغمبر که هنکی قانون نو هنه وان قانون که گرجار قادی انسان روت نینه انسان کافر نینه لوان درا اوه که صلح وان و مسلمان هیا حتی روزه که مثلا گوته 5 ساله ام صلح تکن پیغمبر جوان را بجه حتی 5 ساله صلح ما بردوامه اوه که صلح تنه خلاص صلح ما تنه امی جاره قادی یونه ببن مسلمان یونه جزیه بدن یا اوکین ور حاصل. حضرت علی چوب ناوه پیغمبر که جوان را بجه دفردش سنه و شیعه جی کداب هفت کبن شیعه دبین و حضرت علی چو معناوی که او مازنه لی وقتی حضرت علی چو گیشت حضرت ابوبکر گویا علی گوها گوت هاتی بی مازنه متوا یا شخص کی جوان شخص هانه نانا گو از نات مکو به مازنه و از شخص کی جوانم یعنی از نات مکو مازناتیش دبستیم از به مازن پیغمبر وی وظیفه ندایمن فقط تشتیق پیغمبر جمرا گوتی علیه الصلاة والسلام از هین کی تشته از جوان را بجن ابک پیغمبر جمرا گوتی لو را حتاوی وقته قانون کی عربه هبو ابیا اجبیر ما نکن ام کرد جتادین کی کلتور و عادت مهنه ام چقا امام و شیخ جی هبن گاوا کنی کی کلتور ملت مهبه او کلتور ما لهمبر اسلام نبه تشته کی شاش نبه باشه وکم حرمت اوی کلتور خو بگرن لو ملت جی تشته حست که یعنی وی وقتی جی کلتور که عربه هبو مازن قبیله کی مازن عشیرت یا مازن دولته که بخوازه تشته کی بیجه یا اوی هر خبر ده یا جی یک جمال باتاوی لایوی بریوی کروی برای ور حاصل یک جوان گره هره پیغمبر جی سروک بسلمانه گره قانون کی نو در تشته کی خود جوان گوتی هره بی تشته بکن او جی هره ناچه ایسال گو ان اقربای من نزدیکیه والله علیه یعنی علی زاوی منه و لای آمه منه بسمامه منه وکی دیج اقربات نه لای پیغمبر نبو قیزوی قیز وظیفه قیزانه نه بریویشت نبو بسمامه یعنی عائله من افهیه پیغمبر وی بشکلشان گوته عائله من اقربای من هره وی تشته بسرناوه مجموعه بجا عرب وی کلتور قبول کن کلتورا کو مازن قوم عشیراوی یک عائلوی گره ور خبر ده اف کلتور هبو پیغمبر جو حرمت اوی کلتورا و قانون و عادت هانه گرد حضرت علی شان ابوبکر جرا گوت مازن من یا از مازن گوت مازن یعنی از نمازن تمه پیغمبر وی وظیفه دایته وظیفه متشتکی دیه اگو تمام کرن کمهرم چون روی حج قداندن دشونه جمرات اوی چون حج مر کبر داوه شیطان لبی پرانی تفکم دبن ابو بکر صدیق و علی دیجا کرم که وظیفه کو پیغمبر دایته بینجی و حتی چند حب صحابی نراج گوجی بمن آلیکار علی تشته گوجورات بجا وجی بکن قیر بلا بکن هر کس را بجن برادن هر کسی و که انا میکروفون تنبون و که انا تلفن تنبون تلویزیون تنبون کتب جولا قانون دولت درکت شخص گره خبر دن یعنی
في خبردان أنا حضرت علي جي فقيرو چه خبر ده هر دنگی نه میکروفونه حدود کی جراه یا فقیرو پیغمبر گو يعني ابو بكر الصديق گو علي اواناجي برا اليكار تبن تشتي كنت خوازي لكد خوازي برا او جهرن في تشتي بيجن پیغمبر امر كريا بفي شكل يعني واناجي اليكاري حضرت علي كرن يا جي جهرناج ملت راد گوش بيدن من بس واي علي تشتكي بيجه حتى فرمانه پیغمبر چه هبه جوان انسان راته ورا گوتن بفي شكل پیغمبر ابو بكر شان و حضرت ابو بكر جي سيستما نو و اجي حضرت علي گو صلاتي افتشتي هانت نهيدي صلاتي كافر دي ناينه كافر حج كعبه كافر رياسات كافر دي ناينه قد خيه تعزيم معزيه دي او جناينه انا فشون دا ابيك ورا حاجه مسلمان خدي ايمان انجا خبرن حاجه وكي دي كافر ومشرك ناينه حاجه فيها مساله حاجه اوجه ده خلاص بو. أمر آخر كذلك حصل في العام التاسع نحن نقول عام الوفود. الوفود كما تعلمون بمعنى الوفد، وفد مجموعة من الناس ترسلهم إلى مكان يذهبون ويأتون. فبعد استقرار الإسلام في مدينة وحولها بدأ العرب يدخلون في الإسلام شيئا فشيئا، القبائل يرسلون رجالهم أو عددا منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا الإسلام أو يعملوا يقيموا الاتفاقات أو يعلم ما لهم وما عليهم، وبعد ذلك يعود إلى قوم رأوا بأنهم ليس بإمكانهم أن يعترضوا على الإسلام، فبدأ الوفود، وفود كثيرة، قبائل كثيرة، عشائر كثيرة، أشخاص أتوا إلى النبي، مجموعة 10 20 أكثر أقل، كانوا يأتون يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم. سنتكلم حول هذا الأمر بعض القبائل الذين أتوا. دوی سالا هانه داجی تشتکی دنه امد بجن بعربی جرات بجن وفود، وفد بكردي جرات بجن چه به شانده، يعني گروه کو چنتینه یا الچی ملچی گروه کو چنتینه به ترکی کردی و هاد دبن شانده، يعني چند حب انسان به نوع عائله خود چند خبر دادن و تینن، يعني تمثيلجي بتركي و هاد بن تمثيلجي، يعني اوان انسان اجي پشت كل لمدينه اسلام جيبو، لمكه اسلام جيبو، براني قبيله عرب بون مسلمان، يعني منطقه عربي تبع واكينو دويدا اجا قبيله كو اجا بشكيش اسلامي را دورن، يا اجا نبونا مسلمان، يا اجا سيحبونا مسلمان، تماشا كرن والله نكرب دولتانو واچه بو قال سوري شامل حكومت چه و جاري اكتبوان را خبر ده في شكل هانه و ام نكارن هرم وانا را خبر دن، يعني ام نكارن هم بروان شهر بكن، ام چه بكن جاري هر قبيله كي 5 حبا 3 حبا 10 حبا تقول جهرن جاوي ظلام را خبر دن، این که تقول رسول ظلام، این که تقول پیغمبر، این که تقول محمد، این که تقول قريش، يعني هر کس کی الگورا یقینی خو علم خو جاهلتی خو اجا اوصل تقريبا بلكي 40 60 حب قبيله ظلام وان دهاتن مدينه به پیغمبر را خبر دادن. اجا عادته کی پیغمبر اجوارا بيشن، پیغمبر عليه الصلاه والسلام حكيمه لو با عقل ذاته کی پر مبارکه خدای عز وجل لو ما يمازن چکریه، يعني صحابي خرا گو چادر وکن، چادر هبن وان کتین خدمت وان بکن، نانو آوه بدن وان میوان اتهاتن او قرآن اکش کس کی روانا نوتید بر مسلمان خدمت وان بکن، یک دوی سه چند حبه چادر جوانا دا وکرنه دگو خدمت وانا بکن، نانو آوه کی بدن وان به وانا را خوش خبردن، حتی جانا جن کرد گو ونی خدمت وانا بکن، هیک بلی تعیین کرد گو ته خدمت ویا بکن میوان اتهاتنه تی خدمت وان بکی، وکینا انا اوتیل تنه نوک دولت پریته بده، انا فقیر و سر حسابت عشیرت اخواتیه لازم المدینه کی خدمت وان بکن. وكان پیغمبر ندگو جعل ما تکری دبوی مسلمان تزانه اتنابی کیف تزانه هذا جاهلیان، نه هر شخص کی کبه مسلمان چقا خیرایی پره ام گرو ها فکرن جانا ام جماعت جامعه ام دو فلان کس خواست که باطل لمیش کرا چاوی هبره وره نگی هبره وره ما احمققی هروها نبیشن، بلکی از وکای بوما، بلکی از جاهل و نظام بوما من اسلام فهم نکرا ملتش مرا بگوتا جهنمات هر برا کس کی اسلام بوتا نبیشه باش مونال خوشم باتنا خوشم ندهات، يعني رحمل نزانا گرم بکن، کرتایش برا وابش رحمل جاهل و نزانا گرم بکن، آلی کاریا وان بکن، نصیحت وان بکن، دلی خوشوان را فرا بکن، تشتکی شاش بیجنجی عاجز نبن نزانن لو ما دهاتن او یک فقیر و جاره کیته جامعه پیغمبر را کاوان ند دوار کی چه کربون فرا بو 500 متر 200 متر فرا بو واکینو
خالی مالی سجاده تنه تپه مپه تنه کفرا دانیم کفر وان کفر برفاه نه دروا کل ورا داوه جوان ابن شقت کفر و ساکن بون یعنی فقیر و عرب هاتیش در و تشکی نزاند چون گوشه جامی دا میزاح کرد صحابی گفت اوه چت کی کرو پیغمبر گوش عاجز بلن فقیر و نو هات نزانه مسئله چیه فقیر و میزاح کرد و حاصل نیست میزاح خلاص کرد پیغمبر جوان گوهر بشکی آویله کنه که برا میزه و عرده دهره خواره پاکش دبه خواب بان کره گوهویا جامی ازانی مرتدا میزاح نه که گفت تمام بخشقایی ها بنصیحتی لو ما پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابی را دگو میوانه که هاتن حرمت وان بگرن چادر داوه کرنه دگو براوانا گهداری قرآن هم بکن پیغمبر قرآن ادخوان صحابی قرآن ادخوان پیغمبر دگو برا تماشا کنم چوال میشت کن ور حاصل به تماشا کرنه نب خبردان ابتنه بالحیات هم میزکن احترام افندی محترم آلیکاری هفت گرن اما آلیکاری اختیارات کن آلیکاری فقیرات کن نزانات کن دست وان دگرن یعنی حیات اسلام چه وای براوانا چه حبی خوب دینه دگو چادر جوان وکن برا چخواه چادر دابن و کن گیتین سوالات کن براورم بکن ایجا جاری این که هات پیغمبر خبر دا سوال کرد احتراز کرد فرداوی دا مناقشت کرد ایک دبون مسلمان ایک ندبون مسلمان به وی شکل هانه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وان دبر و دعانی لی حرمت آن اجد کرد قدر و قیمت دوان و جوان را جیات وکا اوتل آنه دگو اویا اوتل میوانه اویا چادر میوانه کی هات برد ورا دابن خدمت آن کرد ایجا می آنه بحثا چند حب دسه مسئله کساکن و بانه چی بنا می بحثا هم کن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هيأ أماكن خاصة للضيوف الذين أتوا أقام الخيام كما نقول وكان يقول للصحابة اخدموهم أعينوهم فليسمعوا القرآن وكذلك فلينظروا إلينا كيف نحن نصلي حتى يروا التطبيق العملي للإسلام وليس الكلام فقط فأتوا قبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان يأتي يناقش يدخل في الإسلام ومنهم من كان يقول أعطيني المهلة فبهذا الشكل أتوا قبائل والنبي صلى الله عليه وسلم كان صدره رحبا مع الجميع ويحترمهم حتى أتى بعضهم أو بعض الأشخاص فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لطيفا معهم جدا ومدح أحدهم قال الله عز وجل أعطاك صفتين عندك طبيعة أنت رجل حليم وصاحب الأناء أناء معناه أي تروي أنت لا تأخذ القرار مباشرة تفكر وبعد ذلك تعطي القرار هذا معناه الأناء كما نقول تأني في الأمور فالرسول يقول عفوا هذا الرجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا أنا أتطبع به أم الله عز وجل أعطاني قال بل الله أعطاك والله يحب هذا الأمر فالرجل فرح كثيرا قال الله قد أعطاني شيئا والله يحب هذا الشيء والنبي ذكر له هذا الأمر إذن الحلم والتروي أمران مهمان الله عز وجل يحب أصحاب هذه الأوصاف وان قبيلك هاتن جاري قبيلك هاتن ياج بهورا دحب سيحب داتن ببحثا يكي جوان بكن يك جوان تينوار حاصل سروك وان پیغمبر عليه الصلاة والسلام أخلاق كيوية قال لك خوشه وجبير وانكن اما شعب ما جتشتي باش را كور ام تشتي باش نادينن مثلا انا اون هاتم مزگفته و نهرت و خالی متزاوته وان سجاد بویخ مویخ کریه گلک جوا و هات بگو الحمدلله دسته و ساخ خودش برازی هینکی تشتک مکریه نادینن و ادورده چما والایی که اشتیه ادورده بویخ و باشه نبیه اول ادورده وی رنگیت نبونا کیمانی ما کنه ویتش مراد بیشن افتشتکی خوش ننه شکون چه بیه یعنی اوقش مهاتیه وجمه جهاتی تر بونا و باتنا تشتی خوش دسته و ساق به مالا و آوالا و تشتکی خوش کریه پیغمبر چد کرد وی قبیله که هات مازنوان انسانه که با عاقل افندی محترم پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو دت تشت هنه خوده دایت خوده پرجوان تشت حسکه و گلک تشتی خوشه گو او چنه یا رسول خدا یا رسول خدا جانان لفهفت خم نورمال ده رسول خدا یعنی گو والله یک جوانت انسان که حلیم معناوی تزو عاجز نابی ام کردی اقید انسان که حلیمه یعنی واکینو ناکا قیر ملت عاجز ناکا دلوان نایله حلیم دبیت حلیمی اوت انسان که گرانی تزو قرار نادی خبردان کی تی گویت تتسکنه دبی عجبا برکی راست به نراست به جاز بفکرم یعنی بکردی بجن اوات قلیبه و هات که
تعزو قرار خنادي افت تشتي هاني خدا برجي حسك اف ظلام دبيجه رسول خدا وان تشتي هاني دمدا هنا ياجي از بشخاب دره وانا چتكم نانا به خدا دایت جار کی درحت دوانا هنا تي انسان کی محقوله تي انسان کی گراني تزو قرار نادي عاجز نبي خراناكي اف ظلام كيف فايتت بها الحمد لله خدا دتشتا دابا من خدا جي حسك الحمد لله تشتي خوشن يعني دفردا پیغمبر بي تشديد اني زمان يعني امبرا انسان جمري نبن جمري زانش نه بخيل دزگرتي نبن تشتي خوش ام تقاربنش هفرا بيجن هواله و دوسته و برای و حتی جنا و زاروکی و تشتکی خوش کرن بجن مالاتا و عفر مشترا تشتي خوش هفرا بيجن تشتي خوش هفرا بيجن امثالك الحجيب في حكايه ورا بيجن مسري هات سري من ور حاصل ما جاوبوا كارو قباطه ما دام بو شخص كي بجماعته ما خاص مرا بيجا خاطر راضي به تشتكي جمرا قوم فهم لك داوي ما فهم كرت خوازه بيجا چه گو ام گلک جهاتینه گو وی آر ولدی فلینک اوی ریس من وی آر ایک فلینک اوی روس معناوي يعني عفرم ريس شي يوكا بجا احترازه مجي ريس برنجه فهم كر بقول قيد بجا بخش برنجه دنهب يدني ابنا دنهب داويه مسواك نروجي او جخ زعيم بقول تشير تقازه برافيا تشي قلت خازه بيجا وقتی عیبک یه به بجن تا عیب کردوانم کیمانیش هفرات بجن تشکی باش بکیم نزانم بجن هفرا ایجا گو گرز سوانه کم از بیم تفی تشتی باش کردی مالا تاوا ور حاصل داویم فهم کرد ریسک تشتیه و روسیه يعني ابيال جمع گره هبه گرو جماعت يعني حواله و دوسته و برای و حتی کید به برابر تشتکی باش کرد دست تساقبه مالا تاوا خودش ترازی ان جانا و کل بریکا ما پر ناچه ها هنكي تش بلاش نپرانه اجا مع الاسف تشتي بلاش ابن نكارم بيجي مالا تافا فلان كس خدش ترازي تهات في تشتي هانيكن في تشتي نكن پیغمبر عليه الصلاه والسلام جرا گوان تشتي هاني الجمتان خدي برجوان حسكه كيف اوي جهاد دلي فربو قواد تشتي منا بلكي انا فرقي دب كل جمن هبج دي پیغمبر گوتي وانا الجمتان وعفر مشترى تشتي برخوشن اوانا جي تشتكي بر كيف في ظلام بهات ودها بجن كيف خشبو كيف يهات سريخو بلنكر أبيايك وكذلك حصل أتى وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أحد قبائل قيس كما نقول رئيسهم أتى وتكلم مع النبي صراحة وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أعلم الأمور كما نقول دبلوماسية أقدم وأؤخر وأتكلم بهذا الكلام لا أنا رجل مباشر أتكلم هكذا ربما أشدد عليك لا تؤاخذني أنا لم أتعلم الكلام اللين يعني فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله بعثك يقول نعم الله بعثني طيب الله أمرك أن نصلي كان يقول نعم الله أمرك بهذا فالنبي يقول اللهم نعم دائما يسأل هل الله أرسلك نعم وهكذا فحينما انتهى من أركان الإسلام الخمس قال خلاص أنا سأعمل هذا ولن أزيد عليه ولن أنقص كان يشدد ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حليما في سؤاله وفي جوابه وفي الأخير قال أفلح إن صدق إذا يكون صادقا في كلامه فإنه من أهل الجنة لأنه قال لن أزيد على هذا ولن أنقص ولكن المطلوب بأن الرجل تكلم بهذا الأسلوب الذي الصحابة لم يتكلموا مع النبي هكذا الله أمرك هكذا بالكلمة المخاطب ولكن مع الكل النبي كان يقول اللهم نعم هكذا بأسلوب لين ففتح الله قلب هذا الرجل وعاد إلى قومه وكان بركة على قومه كل هذا حسن المعاملة من النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة كادنجي ظلامي هات لسر ادب و اخلاق پیغمبر کچقا نرمه يعني نازلی هاد پیغمبر اگو یا رسول خدا گو بخواد از اوا سیاست نظام يعني خبردنا من اوا حشكلو كرديد بجن رق او راست خبردم انا نظام اوا نرم خبردم از گندی ماش گند هاتمه اوا از خلام و از بني و از بان تشان اوا راست خبردم يعني اگو کرم کردن یخنک يعني حتى دبي وقت هاد گو محمد کی جای نظام و جلوی جو که گو الله فلان کس پیغمبر گو از کرم که ورات گو از چند پرساش تا بکن بلکه از حشری خبردم ها پیغمبر گو ما خبر ده سربست یس قعد سناب اش پیغمبر اد تو بخوده کی خوده تشاندی گو الله بخوده کم خوده بشاندی از پیغمبر خوده ما گو تمام گو تو بخوده کی خودش تا گو تلمش گو الله خوده گو تلمش که خودش داره گوتی روشی بگیرم گو الله خوده گوتی روشی بگیرم خوده گوتی زکات بدون الله خوده گوتی
خدای گوتی هر حجه گو خدای گوتی حجه ولا چه پیغمبرات به تب خدای کی واد به جاسون پیغمبر داره ولا خودش برا گوتی یعنی پشتی کت قدرت به تمام مفهم کر خدای تشاندی از خدایش قبول کم تاج قبول کم ولا تشتی کت گو از نکیمت کم نزیدت کم پنج فرض نمیش نزد پنجاب کم 6 و 7 ناکم از تشتی کدی ناکم ما کی روجه خو بگرم نکیمت کم نزیدت کم یعنی بقى به سنت ناکم و ساکن فقیر و هات گو چجرا گو تمام و هذا بخاطرت از واتم جی یعنی و از هرمش قوم اخرى اسلام ايش بيجم بفي اخلاقی هانه بني چا پیغمبر خبر دانا ایرو مثلا بازنه دولت امچین او دست خودن سرهب و از خلام و از بنی و نظام چو جنابت و ذاتت و مقامت او ادب حتى تنقر راح حضور ويشي كي ظلام راح حضور سروكه كي فين جي حب قرقات دقرن دست يقبلن كي دست تخشت و خبر نده و هانك اویات حضور پیغمبر جاری کدیت بخواد کی خودت شاندید به والله خودم شاندی از حش خبر دن حش خبر ده سر بستی به وی اخلاق نرم پیغمبر علیه الصلاه و السلام قلبی کرد است خو بو مسلمان او گو از هرم مراقنه کس قوم اخترت که مسلمان او جا چوش قوم اخرى گو والله کومش من حست کن گرم تب مسلمان و نبن از قبول ناک جامعه تفجر کداش بول مسلمان انسان و قوم پر بونگود هاتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نرمایی به اخلاقی کی خوش برول کنی حتی جانا به ادبی بکران اجدنگی خند کجمات گفت انا جاهل و نزانم قرآن گوداری وان دا کرنه حتی کو قلب وانش اسلامی را نرم دبو رب عالم جوان توا راضی به ان شاء الله و جمج راضی به مجرى پیغمبر خوش دور نخینه ان شاء الله. إلى هنا نكتفي بهذا القدر الإخوة إلى أن نرى أو نلتقي في الجمعة القادمة إن شاء الله. ابقوا في حفظ الله ورعايته. أمانات خدا بن حتى حفتات يم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.